واهلا بيكم في فيديو جديد، ومعاكم نعم شركة ايفون. والنهاردة معادنا مع فيديو جديد من فيديوهات البرفانات الجديدة اللي نزلت معانا في ايفون مؤخرا. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا تعالوا اقول لكم رأيي ايه في البرفان بتاعنا النهاردة. زي ما انتم شايفين النهاردة هنتكلم عن اصدار جديد من اصدارات برفان فار اواي المقرب الى قلبي. والنهاردة هنتكلم عن فار اواي اندلس سن، من اسمه كده اللي هو الشمس المشعة، الطاقة الحيوية، من لونه من جماله. بصراحة ريحته تحفة وجميلة وحبيتها. هوصفها لكم بالتفصيل وهقول لكم هي مناسبة لمين، ولكن هو في عيب خطير. تعالوا سوا نشوف مكوناته ايه. المقدمة بتاعة العطر او الافتتاحية بتاعته الخوخ واليوسفي، وقلب العطر زهرة او نبات اسمه الخشخاش، والقاعدة بتاعة العطر العنبر والفانيليا. طيب يا نهى، انتي شميتي ايه من الكلام دوت؟ انا شميت في بداية ما جبته اول رشة رشتها له، انا حسيت قوي 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 ان ريحته فيها ريحة خوخ، ولكن مع الاستخدام حسيت ان ريحة اليوسفي طاغية على ريحة الخوخ. طبعا بصوا الباكجينج بتاعه رائع، انا حبيت شكل الازازة، حبيت لونها، حبيت شكل العلبة، مبهج وصيفي. البرفان صيفي، والوقت بتاع بصراحة نزوله لينا كان مميز لان هو نزل مع دخلة الصيف. طبعا هو اودو بريفيوم وحجمه 50 ملي، وده يا بنات بيكون شكل العلبة والازازة بقى. اللي حاجة الوحيدة اللي زعلتني ان مفيش الشرشوبة المعتادة اللي هي بيكون لونها ذهبي، اللي بتنزل دايما مع اصدارات فار اواي. حتى الغطا لونه اورنج، لون الازازة. تعالوا بقى نجرب العطر سوا. العطر من الاوتومايزر تشموا ريحة الخوخ، لكن هو اول ما بيترش بتشموا ريحة الخوخ قوية قوي، ولما بتهدى بيبان ريحة اليوسفي. يعني ريحة الخوخ في الطلة الأولانية دي بتبقى قاطعة، وانا بعشق ريحة الخوخ في البرفانات. يعني انا بعشق البرفانات اللي ريحتها خوخ جدا. بعد كده خلاص ريحة الخوخ بتطير وبتظهر بقى اليوسفي المسكر سنة، ونبات الخشخاش اللي موجود في مكوناته ده من النباتات التي تذهب العقل، يعني من النباتات اللي بتعمل دماغ حلوة. فالبرفان في مجمله ريحته حلوة. العنبر شماه ريحته من بعيد، مديه احساس العنبر البسيط، بس مش مديه قوة العنبر. يعني مش حاسة في قوة او تقل او مخليه برفان شتوي. عادة البرفانات العنبرية بتبقى برفانات شتوية، لكن هو هنا هو برفان ربيعي صيفي بحت. الريحة بقى اللي بتفضل معاكي حبة حلوين وبتبقى ظاهرة وواضحة وطلة وفايحة، هي ريحة اليوسفي. بس مش يوسفي حمضي، يوسفي مسكر بسيط. يعني يوسفي فيه حتة كده شجري، بس هو مش مصنف برفان شجري، هو فاكهي فاكهي فاكهي. في ريحة زهور بسيطة وريحة عنبر بسيط. البرفان دوت بقى مشكلته معايا ثباته. البرفان مش ثابت خالص، يعني ممكن يكون ثباته على الجلد ساعة، على الهدوم من ساعة لساعتين لثلاثة بالكتير، وبعد كده بيبتدي يهدى والفوحان بتاعه يقل وما تشميهوش. فأنا بالنسبة لي ممكن أعمله معاملة البادي ميست. هو كريحة أنا حبيت الريحة مقارنة بالإصدار اللي كان قبل كده. الإصدار اللي كان قبل كده كانت ريحته بالنسبة لي مش مفضلة، ولكن كان ثباته مبهر، كان ثباته مش طبيعي، يعني كان اللي هو بيلزق ما بيطلعش. ده بقى الريحة صيفية جميلة. أنا حاساه يوسفي أكتر منه خوخ. الخوخ في الطلة الأولانية وبعد كده بيروح. انا كنت اتمنى ان ريحه الخوخ تفضل، انا كنت هبقى مبسوطه اكتر لو ريحه الخوخ كانت موجوده او كانت تفضل معانا لغايه النهايه. لكن الريحه بالظبط مع الرشه الاولانيه بتفوح، وبعد كده خلاص ما بتظهرش ريحه الخوخ دي نهائي. عشان كده انا اول ما جبته ورشيته حسيت ان هو ريحته خوخ. حطيت لكم بوست مليان خوخ خوخ خوخ، وخارجه من باب الحمام وكل خد عليه خوخه.
بس هو لا، هو اللي غالب عليه جدا ريحة اليوسفي. فاللي بيحب ريحة الحمضيات المسكرة هيحب الريحة بتاعة البرفان ده جدا. مش شامة فيه ريحة العنبر بقوة، مش شامة فيه ريحة فانيليا، مش شامة فيه ريحة مسكرة نهائي. هي ريحة اليوسفي مسكر. انتوا عارفين لما تيجي تاكلوا يوسفي بس يبقى فيه حتة سكر، ما يبقاش فيه الجزعان او اللسعة بتاعة الحمضيات دي. لا، هو يوسفي مسكر. ده اختصار العطر كده. العطر حبيت، عجبني، انا بحب الريحة دي. وحبيت المقدمة بتاعته اللي كنت اتمنى ان هي تدوم. طبعا العطر دوت نزل معانا اول ظهور ليه زي ما انتم شايفين الشهر اللي فات. طبعا هم راسمين اهو الخوخ والعنبر ونبات الخشخاش. وملحوظة ان العطر ده هينزل معانا لفترة محدودة، يعني مش هيفضل اصدار دائم، هو هينزل فترة وبعد كده هيختفي. انا انصح البنات اللي بتحب ريحة اليوسفي ان هي تجربه. وكمان هو برضو نازل معانا الشهر ده اهو، موجود برضو في العروض. هو نازل بنفس السعر بتاع الشهر اللي فات. طبعا في عرض حلو جدا ان انتي لو اشتريتي قطعتين سواء من نفس العطر او من عطر تاني هتقدري تحصلي عليهم بسعر مخفض. وكمان لو عملتي العضوية معانا في ايفون هتقدري تاخدي على السعر ده كمان خصم وتوفري، وتستفيدي كمان من عروض مجلة الأعضاء، وتستفيدي من أقل سعر شحن على مستوى جمهورية مصر العربية، وأحيانا بيكون الشحن مجانا. برفان بالنسبة لي في مجمله رائع، يعني أنا حبيت الريحة، ولكن الثبات ضعيف. مش هقول لكم متوسط، لا ضعيف. الثبات ضعيف مقارنة كمان باللاين بتاع فاراوي نفسه. يعني فاراوي انا الوحيدة اللي انا اتكلمت نوعا ما عن ثباتها اللي هي فاراوي جلامر، وفي ناس كانت بتثبت معاهم. يعني في ناس لما جربوها قالوا لا ان هي بتثبت، لكن دي انا بالنسبة لي من اول مرة جربتها. بصوا انا لسه رشاها بدات تهدى، ما عداش 5 دقايق وبدات تهدى يعني اللي هو تبقى خافته. فالناس اللي بتحب البرفانات الهاديه احنا خلينا نستغل نقط الضعف اللي في البرفان في ان احنا نوظفه للناس اللي بتحب نقط الضعف دي. يعني في ناس ما بتستحملش الروائح الفواحه القويه، اكيد العطر ده هيكون مناسب ليهم جدا. الناس اللي بتحب الروائح الفواحه القويه تقدر تختار اي اصدار من الاصدارات التانية بتاعت فاراوي. ولكن هو كعطر صيفي ربيعي مبهج، بيدي طاقة، بيدي حيوية، بيحسسك بانتعاش، بيحسسك بفوقان. العطر في مجمله حلو كريحة، لكن كثبات مش احسن حاجة. لو حبينا نقارنه بالاصدارات اللي هي فيها شمس وطاقة وكده انا حاساه نوعا ما مش تطابق ومش يعني شبه بعض تيبيكال. هو شبه انكانديسونس سولاي، ده فيه صن وده فيه صن. فانا حاسه ان هو نفس الفايبس، ولكن انكانديسونس سولاي ريحته شويه بودريه ومسكره، لكن هو نفس الفايبس بتاعه الطاقه والشمس والحيويه وكده. يعني هو نفس الطاقه، لكن طبعا الاتنين مكوناتهم مختلفه. انا بتكلم على الاحساس، بتكلم على الطاقه اللي بيديها العطر. اي حد بيدور على برفان صيفي لطيف يديله احساس كده بالفوقان وان هو ريحته جميله ومنتعش، فهيكون اختيار فاراوي اندلس سان او انكانديسونس سولي للناس اللي بتحب الشجري مع الطاقة اللي احنا بنتكلم عنها دي. هيكون اختيار ان شاء الله موفق ليهم. اما الناس اللي بتدور على الثبات فيبعدوا عن البرفان دوت، لان الثبات مش احسن حاجة. وده كان الريفيو بتاعنا. طبعا اكيد ناس كتير جربته ومستنية رأيكم تحت في التعليقات سواء عن الريحة او الثبات. وده يعتبر اول ريفيو عربي عن البرفان بتاع فاراوي اندلس سان. مستنية بقى آرائكم وتعليقاتكم الحلوة، وتقولوا لي مين اللي حبه ومين اللي محبوش، ومين اللي ممكن يكون على بشرته او على جلده ثبت او كان معاه فواح. لكن انا معايا بصراحة ما كانش فواح، انا بقالي كتير بجربه. يعني انا جايباه من الشهر اللي فات، كل يومين 3 كده اطلعه وارش منه. يعني ايه، قبل ما اقول كلمتي الاخيرة عشان انا بخاف بصراحة اظلم المنتج، ما بحبش اللي هو اروح جايبة البرفان وهوب رشة منه
رشه واطلع اتكلم عنه في وقتها، عشان خاطر بس ان انا ابقى منفرده وان انا ابقى اول واحده اتكلمت عن البرفان وما اديلوش حقه. لا، لازم اديله حقه في التجربه عشان لما اتكلم عنه ابقى كونت ريفيو صادق بكل امانه، وكمان مظلمش البرفان او المنتج عموما، يعني سواء برفان او اي منتج من المنتجات سواء من ايفون او من بره ايفون. يعني سيان انا بقول رايي بصراحه بصرف النظر المنتج تابع لانو شركه. اتمنى يكون الريفيو افادكم. طبعا اللي حابب ان هو يطلبه او يطلب اي منتج من المنتجات اللي موجوده معانا في البروشور، ده الاصدار اللي كان قبله برضو انا عامله لكم عنه ريفيو مفصل، تقدروا ترجعوا له. في ناس كتير قوي حبته بس انا بصراحه ما كانش من مفضلاتي، ولكن ثباته زي ما قلت لكم مبهر. طبعا اللي حابب ان هو يطلب البرفان الجميل بتاعنا او اي برفان من برفانات ايفون او اي منتج من منتجات البروشور معانا، يقدر يكلمني على الرقم بتاعي الموجود على الشاشه على الواتساب عشان يطلبوا مني او يعمل العضويه معانا في ايفون ويستفيد من العروض بتاعه البروشور والخصومات بتاعه البروشور وعروض مجله الاعضاء واقل سعر شحن على مستوى جمهوريه مصر العربيه. واللي حابب ان هو يطلب اي منتج من المنتجات اللي موجوده في البروشور او اي منتجات متاحه فوري عندي، يقدر يخش على الجروب بتاعي واللينك بتاعه في اول تعليق مثبت وكمان في صندوق الوصف، واسمه ينزل لكم هنا على السكرين. يقدر يخش على الجروب ويكلمني ويطلب اي منتج هو عايزه سواء من اي فتح كراتين على القناه او من البروشور بتاع الحمله الحاليه او من المنتجات اللي متاحه عندي على الجروب. ده كان الريفيو بتاعنا، اتمنى يكون افادكم. متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم في فيديوهات حلوه كتير وريفيوهات احلى على خير. باي باي.